السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي أو الكوبايات. شايفين الجمال؟ تحفة جدًا، وبفضل الله طعمها زي الأصلية بالضبط. إن شاء الله هتجربوا الوصفة وهتعجبكم أوي، يعني مش هتلاقوها عند حد تاني، ولو لقيتوا حد عاملها بنفس المكونات وبنفس الطريقة هتبقى من بعدي. تمام؟ فالنهارده إن شاء الله يا حبايبي هننفذها بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات كمان مش كتير. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا ايه والفيديو. بس قبل ما نبتدي اتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وتعليق منكم حلو كده. ويلا بينا نبتدي. في الاول معايا حلة على النار وهحط فيها لتر واحد من الحليب، وهسيبه يغلي تماما. طبعا العادي هنا واحنا بنغلي اللبن عادي ممكن نسهى عنه ويفور مننا. هو حصل معايا كده بالفعل بس الحمد لله لحقته. أول ما يبتدي يفور معايا بالطريقة دي ههدي النار خالص خالص، وبعد كده هضيف لتر واحد من الحليب الرايب، أو ممكن طبعا نستخدم 4 علب زبادي أو 6 على حسب ما انت عايزة. المهم ان انا عايزة الحليب يقطع معايا ويعمل جبنة، يعني يجبن كده. تمام؟ أو ممكن نضيف ال2 كيلو لبن، ونضيف عليهم ليمونة كاملة أو معلقتين كبار من الخل. في الوقت ده أنا كنت ضفت معلقة كبيرة من الخل، بس للأسف اتقطعت. تمام؟ يعني هنا أنا بعد ما حطيت الحليب الرايب ضفت معلقة كبيرة من الخل، وابتديت إن أنا أقلب بخفة، يعني ما أقلبش بسرعة علشان خاطر ما أخليش القطعة دي تدوب في قلب المصل بتاع اللبن. بعد ما جبن معايا كده هجيب بقى شاشة ومصفى وحاجة تحت المصفى علشان أصفي كل الكلام ده. هنا حسيت ان الكمية كتير قوي من المصل على الطبق اللي انا حطاه تحت المصفى، ففضيت منه شوية، وبعد كده رجعت كملت بقية الكمية. هبتدي ان انا اصفيها بس مش قوي، يعني اسيب فيها شوية كده من المصل. انا مش عايزاها ناشفة قوي. يعني تابعوا التفاصيل دي كويس، هتطلع معاكم الجبنة مظبوطة جدا وطعمها حلو قوي. هافضّي بقى الجبنة دي في قلب بولة أو في الخلاط، زي ما أنتِ عايزة. أنا هاعملها بالهاند بلندر أو ممكن تعمليها في الخلاط عادي جدًا. معايا بقى معلقة كبيرة من الزبدة، الزبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا 6 قطع من الجبنة، 6 قطع مش قطعتين. تمام؟ 6 قطع من الجبنة المثلثات أو الجبنة الكيري زي ما أنتم عايزين، أي نوع جبنة تفضّلوه. وبعد كده هاضيف معلقتين كبار هرميين من اللبن البودرة، وهابتدي أضرب بالهاند بلندر. في الوقت ده لو حسيت إن الخليط معايا تقيل شوية هازود من المصل اللي صفيته. تمام؟ هنا هاحتاج شوية من المصل. هاضيف معلقتين كبار، وهافضل بالشكل ده لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه وهاوريه لكم دلوقتي. هاضرب تاني. أنا بس يعني مخلية كل الخطوات دي معاكم علشان تشوفوا أنا باعملها إزاي، يعني مش عايزة أجري حاجة بصراحة. أنا حطيت معاكم هنا تقريبًا 5 معالق، وبعد كده كملت مع نفسي، يعني حطيت 12 معلقة من المصل، 12 معلقة كبار. هابتدي أضرب لحد ما تبقى معايا كريمي خالص وما فيهاش أي تكتلات. هاضرب كويس أوي، أوي. طبعًا لو في الخلاط ما فيش مشكلة برضه، هتبتدي إن أنتِ تزوّدي بقى المَصْل شوية بشوية علشان تمشي معاكِ في الخلاط. هنا هاحُط شوية ملح، يعني تقريبًا اللي أنا حطيته كُلّه رُبع معلقة، ما حطيتش كتير عشان الجبنة دي طبعًا ما بتبقاش مملّحة، ولو حبينا إن إحنا نستخدمها في الحلويات هتبقى حلوة جدًا. الوصفة دي تحفة، تحفة، يعني أحلى من الأصلية، أو يعني بدون مبالغة زيّها زي الأصلية بالضبط.
هنا حسيت إن الملح بتاعها يعني هي محتاجة شوية، يعني كل اللي أنا حطيته ربع معلقة فقط، ما حطيتش أكتر من كده. هارجع أضيف تاني، عدّوا بقى أنتم أنا حطيت كام معلقة هنا، يعني أنا حطيت كل اللي أنا حطيته 12 معلقة كبار، وبعد كده معلقة كبيرة من الخل، وربع معلقة سكر، ربع معلقة صغيرة. أضرب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه لحد ما يدوب معايا ولونه يبقى فاتح. شايفين الجمال؟ شكلها حلو جدًا وريحتها وطعمها تحفة، روعة بصراحة. المهم تمشوا معايا بس بالتفاصيل الحلوة ديّة علشان خاطر تطلع معاكم مضبوطة ونفس الأصلية بالضبط. شايفين الجمال؟ مش هتحتاج تتحط في التلاجة علشان خاطر تبرد وتتماسك ونبتدي إن إحنا ناكلها، عادي جدًا تاكلوها في الوقت دوّة مجرد ما تخلّصيها تاكلوها على طول، حلوة جدًا، جدًا وريحتها وطعمها تحفة. عندي هنا العلبة بتاعة الجبنة الكريمي دي 500 جرام، هافضّي بقى كل الخليط بتاعي ده فيها، غسلاها كويس طبعًا ومشيتها شوية كده على النار على البوتاجاز يعني على السريع كده عشان بس تتعقّم، وبعدين هنفضّي فيها بقى الجبنة الحلوة بتاعتنا دي. مليت البرطمان على آخره واتفضّل 3 معالق كبار تقريبًا منها، حطيتهم في طبق. بُصّوا الجمال والحلاوة، حطّيها بقى في علبة محكمة الغلق أو في برطمان زي كده وسيبيها في التلاجة لمدة أسبوع، هتفضلوا تاكلوا منها حلوة جدًا ومش هيجرى لها أي حاجة. هتنبهروا بجد من الطريقة، الوصفة مضمونة 100%. ما شاء الله، الله أكبر، يعني بصراحة أنا انبهرت جدًا، جدًا بالنتيجة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين سهلة جدًا في الفرد، أنا بصراحة فخورة بنفسي إن أنا وصلت للنتيجة دي. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، شكرًا ليكم جدًا على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، دمتم في رعاية الله وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.